السلام عليكم ورحمة الله. أبطالنا اللي رايحين سنة رابعة إن شاء الله بإذن الله. الفيديو ده مهم جدا ليكم إن شاء الله بإذن الله. بيتكلم عن الأشكال الغير منتظمة أو الأشكال المركبة. شكل منتظم أو شكل مركب هو شكل بيتكون من أشكال هندسية بسيطة زي المربع، المربعات أو المستطيلات مع بعض. ليه بقى؟ احنا طبعا خدنا في القوانين في سنة تالتة إن المربع ليه محيط وليه مساحة، وخدنا المستطيل برضه ليه محيط وليه ايه مساحة، انما ما اخدناش محيط الشكل المركب او مساحة الشكل الايه المركب. فالشكل اللي قدامي ده شكل مركب، هو هنا بيقول لي اوجد محيط ومساحة الشكل. المحيط سهل جدا، انما المساحة عايزة مننا شوية تفكير. المحيط اللي هو عبارة، احنا خدنا قبل كده محيط اي مضلع هو مجموع اطوال اضلاعه، يعني انا المفروض اجمع اطوال الاضلاع اللي بره دي. طيب انا عندي هنا الضلع ده 6 والضلع ده 7 والضلع ده 10 والضلع ده 4، بس الضلع ده مش موجود وده مش موجود. في ولاد لما بنقول لهم هاتوا محيط الشكل بيقول لك 7 و6 13 و10 23 و4 يبقى 27. فبنقول له لا استنى، انت كده ما جمعتش الضلع ده والضلع ده اللي هو عنده علامة الاستفهام. او في طريقة تانية سهلة، عدي لي الاضلاع اللي عندك، ادي 1 2 3 4 5 6. انا عندي 6 اضلاع، يبقى انا المفروض يبقى عندي 6 ارقام او 6 اطوال. عندي انا عندي طول 1 ادي 2 ادي 3 4. طب انا عندي 6 ودول 4، يبقى فاضل عندي 2 اللي هما الايه علامة الاستفهام. طيب ازاي اجيب اللي فوق ده؟ الضلع اللي نايم على السطر، الضلع اللي قصاده فوق النايم والضلع النايم التاني، دول ضلعين نايمين اهمت هيبقوا قد الضلع النايم الكبير. يعني ده كلته 10، يبقى اكيد ده مع ده يدينا 10. يعني 7 زائد كام يدينا 10؟ 7 زائد 3. او انت ممكن تقول 10 ناقص السبعة دي يدينا 3. يبقى انا لو جمعت 7 و3 اداني ايه؟ 10. طيب عايز اجيب ده، نفس القصة، ده عندي 6. طب ما انا عندي اللي قصاده واقف، ده واقف كله 6 اهو طويل عندي. اللي واقف ده مع اللي واقف ده يدينا 6. طب ده 4 يبقى ده 2. يبقى انا كده قدرت اجيب كل الاضلاع. يبقى انا المحيط هيساوي 6 اللي عندي دي زائد السبعة زائد الاتنين زائد التلاتة زائد الاربعة زائد العشر. 6 و7 13 واتنين 15 وتلاتة 18 واربعة 22 وعشرة، يبقى 32 عندي. يبقى كام؟ 32 سنتيمتر بس. طيب بقى لو حبيت كده جبنا المحيط، يبقى انا لازم الاول خالص لازم الاضلاع كلها تكون موجودة. عندي ضلع 7 و6 و10 و4، فاضل لي ده ضلع عنده علامة استفهام وده ضلع جبناه، بقى 3 وده 2. كده خلاص اجمع 6 اضلاع وبقوا 6 اطوال، 6 ارقام. طيب عاوز اجيب المساحة. قال لك المساحة، الشكل ده مركب غير منتظم ما ينفعش اجيب مساحته. قال لك اقسم الشكل ده الى نصفين، الى نصين. نصين بعد ما نقسمهم يا اما يطلعوا مربع ومربع او مستطيل ومستطيل او مربع ومستطيل عادي. عايز تقسم من هنا ماشي، من فوق لتحت ماشي. عايز تقسم من هنا ايه ماشي، اللي يناسبك انت اللي يعجبك اعمله. يبقى احنا تاني يا شباب، اقسم من هنا او من هنا. تعال نجرب من هنا وهنبقى نجرب برضو من هنا، فالموضوع الاتنين هيبقوا صح اهو. قسمنا ده الى نصفين. طبعا بالشكل العام كده بالنظر بعينيك انت ده مستطيل باين جدا اهو. اللي فوق ده لوحده مستطيل اهو اهو. واللي تحت ده لو جينا خبينا من فوق هتلاقي ده برضو ايه مستطيل. يبقى انا المفروض اجيب مساحة المستطيل اللي فوق ده ومساحة المستطيل اللي تحت ده واجمعهم مع بعض يديني مساحة الشكل كله المركب اللي قدامي. طب تعالوا نجرب. احنا ده المستطيل الاولاني نكتب عليه مثلا مستطيل 1 وده المستطيل 2. مساحة المستطيل 1 بتساوي، انا عارف ان مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، ده طوله 7 اهو، طوله 7 اهو من الاول للاخر. يبقى 7 في العرض. طبعا انت عندك هنا 6 وعندك 2، لا العرض الاتنين. اشمعنى؟ لان الستة دي عبارة عن الايه الضلع ده كليته من اول فوق لغاية تحت. لا ده انا اخر لغاية هنا، يبقى الضلع اهوت هو ده العرض، يبقى 2. 7 في 2 يدينا 14 سنتيمتر مربع، لان المساحة بالوحدة الايه المربعة. طب بعد كده عايز اجيب مساحة المستطيل 2، برضو بيساوي الطول في العرض. 2 اهو الطول. المرة دي الطول عندي مش هيبقى السبعة، لا الطول اللي هو ده كل اللي تحت يبقى 10. في العرض طبعا برضو مش الستة، العرض اهو اللي هي الحتة دي من اول هنا لهنا يبقى في 4، هيساوي 40 سنتيمتر مربع. عايز اجيب بقى مساحة الشكل المركب كله. اجمع ال 14 زائد
40 هيديني 4 وصفر 4 1 و4 5، يبقى 54 سنتيمتر مربع. الاتنين دي بنقراها ايه؟ مربع. كده طلع الناتج 54 سنتيمتر مربع. في حد تاني يقول لي يا مستر طب انا عايز اقسم الشكل ده بقى من فوق لتحت، مش عايز اجيبه كده اخليه رأسي عادي. تعال نجرب. لما نجرب هيصبح كل ده مع بعض واحد. كل الشكل ده خلاص، ده الواحد والاتنين كان بتاع الايه، الحل الاولاني اللي حليناه. الغي الواحد والاتنين، اصبح عندي كل الشكل ده واحد. ده كلته مستطيل واحد اهو عندي، او زي ما يكون ممكن يطلع مربع هنشوف. وده بقى 2. طيب هجيب بقى مساحة. طبعا ده طوله 7 وعرضه 6، يبقى مستطيل. مساحة المستطيل 1. الطول في العرض، الطول 7 والعرض 6، يبقى 7 في 6 بيساوي 42 سنتيمتر مربع. بعد كده هجيب مساحة المستطيل 2. الاتنين اهو، ده 4 من فوق لغاية الآخر، وده طبعا 3 هنا اهو، يبقى برضه مستطيل. لا، يبقى 4 في 3 بيساوي 12 سنتيمتر مربع. تعالى بقى نجيب مساحة الشكل كله. اجمع ال 42 زائد ال 12، 2 و2 4 و4 1 5. ايه ده تصدق الناتج برضو طلع 54 سنتيمتر مربع. ما هي النتيجة هيطلع نفس الحل، هو نفس الحل سواء قسمت من هنا او قسمت ايه من هنا. يا ريت يا حبايبي اللي رايحين سنة رابعة او رايح سنة 5 او 6 او اي حاجة، كله مفيد لكم جميعا. يا ريت تشوفوا الفيديو تاني من الاول خالص، هينفعكم جدا، وبالذات اللي رايحين سنة رابعة. كنت معاكم مستر محمود مرسي، اشوف الشكر على خير، ويا رب دايما بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.